كنا بنسمع صريخ، أصوات ناس بتتعذب وحد بيتقلب، ومع كل ده كانوا يطفوا النور على طول. الدنيا بتبقى ضلمة جدا، ضلمة تخليك مش عايز تفتح عينيك. أهلا بكم من جديد، معكم أيمن أبو العلا، ودي قناة قارئ. بعد طول انقطاع عن تنزيل القصص الكبيرة، النهاردة إن شاء الله مع أول مشاركة لقائد الرعب بقصة دار الرعب. إن شاء الله تنول إعجابكم، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو أنت مش من المشتركين، واكتب لي كومنت، الموضوع ده بيفرق جدا مع اليوتيوب. وطبعا ما ننساش ندعي إخواتنا في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم. يلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. حكايتي بدأت وأنا طفلة في دار أيتام، واللي شفته هناك كان كفيل يخليني أصدق إن الرعب الحقيقي مش في الأشباح بس، الرعب في قلوب البشر. مش كل الطفولة ضحك ولعب، في طفولة مكتوبة بالدموع والرعب، ليلها أطول من النهار وصريخها ما بيخلصش. أنا هنا عشان أحكي لك حكايتي، واللي هتعرفه يمكن يغير كل حاجة جواك. أنا فاطمة، عندي 25 سنة، حياتي من أولها صعبة. اتربيت في دار أيتام من يوم ما وعيت على الدنيا، وما شفتش غيرها. عمري ما كان ليا أهل، حتى الست اللي كانوا بيخلونا نناديها ماما كانت أبشع ست ممكن تشوفها، شكلها مرعب. الأوضة اللي كنا عايشين فيها كان فيها 3 سراير دورين، وعلى السرير الواحد بينام 2. أنا كنت بنام ومعايا 12 بنت تانية، أقربهم ليا عائشة اللي بتنام جنبي، وميار وروان اللي فوقينا. لكن المشكلة ما كانتش في الزحمة، المشكلة كانت في الليل. كل يوم بالليل كنا بنسمع صريخ، أصوات ناس بتتعذب وحد بيتقلب، ومع كل ده كانوا يطفوا النور على طول. الدنيا بتبقى ضلمة جدا، ضلمة تخليك مش عايز تفتح عينيك. في يوم من الأيام كنت محتاج أدخل الحمام، حاولت أستحمل بس ما قدرتش، وفي نفس الوقت مرعوب أعملها على نفسي، لأن عارفة إن انتصار المربية لو عرفت هتحرقني بالنار زي ما بتعمل مع أي حد يغلط. كانت بتسخن معلقة وتحرقنا بيها. قمت من مكاني وأنا بتنفض من الرعب، مش شايفة قدامي غير ضلمة كحل. فضلت أحسس على الحيطان لحد ما وصلت للحمام اللي في الطرقة جنب الأوضة، وفجأة سمعت نفس الأصوات اللي بتتكرر كل ليلة، صريخ مكتوم وخبط يجمد الدم. قلبي وقع في رجلي زي ما بيقولوا، ولسه بمد إيدي عشان أفتح الباب لقيت قدامي بنت صغيرة بعين واحدة، نص وشها محروق، لابسة جلابية بيضة واسعة. اتصدمت، نفسي اتقطع وإيدي ورجلي اتجمدوا من الخوف، وكل حاجة اسودت في عيني وأغمى عليا. صحيت لقيت نفسي مرمية جوه الحمام، ونور النهار دخل من الشبابيك. جريت بسرعة على الأوضة، لقيت الكل لسه نايم. نمت جنب عائشة وأنا بترعش، حضنتها يمكن أحس بأمان. معداش ربع ساعة غير وأمنا الغولة دخلت علينا بصوتها الجهور: قوموا يلا يا حلاليف، الساعة 7. كانت دايما مكشرة، عمري ما شفتها بتضحك. شعرها مجعد وعلى طول منكوش، واللي تلاقي شعرها ناعم كانت تقصه لها زي الولاد. شكلها يخوف، سمرة وسوادها قاتم، ملامحها قاسية، عينيها بارزة وسنانها صفرة بشكل مقرف. كان عندها حوالي 50 سنة أو أكتر، وما اتجوزتش في حياتها. صحيت من النوم وأنا جسمي بيترعش. صورة البنت اللي شفتها في الحمام مش راضية تسيب دماغي. سألتني ببرود: مالك بتترعش كده؟ هتموتي وتريحينا منك؟ قلت لها وأنا باين عليا التعب: سيبيني يا ماما، أنا تعبانة وعايزة أنام شوية. صرخت في وشي: نعم يا روح أمك، أنت فاكرة نفسك إيه؟ ولا نسيت إنك بنت حرام؟
قومي قبل ما اقومك بطريقتي. قمت بالعافية ورحت معاهم على الفطار زي كل يوم، طبق فول وبس، مع اني بشوف اكل كتير داخل الدار عمرها ما حطت لنا غير فول. واحنا بناكل مريم غصب عنها وقع منها طبق الفول. انتصار كانت واقفة مع الدادة اللي بتغلي اللبن. اول ما بصت لمريم البنت عملتها على نفسها من الرعب، مسكت كوباية لبن مغلي ورمتها على ايد مريم. مريم صرخت صرخة وجعت قلوبنا، بس ولا حد قدر يعمل اي حاجة. حتى الدادة نفسها كانت مرعوبة منها. كل اللي في الدار كانوا بيخافوا من انتصار. خلصنا الاكل واخدنا مريم ورجعنا الأوضة نغير هدوم النوم. وانا بفتح الدولاب فجأة نطيت من مكاني من الخوف. لقيت البنت اللي شفتها في الحمام ونص وشها محروق قدامي وبتصرخ بصوت مرعب. وقعت على الأرض من الرعب. اللي جم كلهم كانوا مش فاهمين أي حاجة، وأنا بسألهم انتوا شفتوها؟ سمعتوا صرختها؟ كله بيبصلي باستغراب كأني مجنونة. حاولت أحكي لهم اللي حصل لكن محدش صدقني. قالوا لي دي حالة نفسية، لكن أنا أقسم بالله إن اللي شفته كان حقيقي. عدى اليوم وجي وقت النوم. دخلنا أوضتنا زي كل يوم والنور اتقفل كالعادة والدار كلها بقت ضلمة كحل. كانت عادة بينا أنا وصحابي إننا ما ننامش على طول. كنا نقعد ونضحك ونهزر شوية قبل النوم. واحنا بنتكلم فجأة سكتت ميار وبصت ناحية الباب. كلنا بصينا لقينا عين بتبصلنا بكره وبتلمع في الضلمة، وكنت حاسة إن في صرخة هتخرج في أي لحظة. وفي اللحظة دي اتفتح نور الأوضة وطلعت أمنا الغولة وقعدت تهزقنا. طلبت من الدادة تجيب جردل مية ساقعة ورشته علينا كلنا. احنا كنا في شهر ديسمبر والبرد جمدنا. حضرنا بعض وحاولنا ننام لكن معرفناش. حتى أنا وعائشة اللي دايما بننام بسرعة ما قدرناش. وفي عز الهدوء سمعنا صوت خربشة من السرير اللي فوقينا. فكرنا في الأول إنها ميار أو روان. عائشة قالت بس يا جماعة كفاية قلق، مش ناقصة كفاية القرف اللي احنا فيه. محدش رد والخربشة زادت. مديت ايدي اضربهم بهزار. فجأة حسيت بإيد باردة جدا ماسكة ايدي ومكلبشة. قلت لها اوعي يا روان ايدك وجعتني. يا روان ما بهزرش ايدي هتتقطع. والشد بيزيد وبصيت فوق وشفت حاجة خلت قلبي يقف. وش اسود قوي وكله محروق وعينيه كلها سودة وكان بيبصلي من فوق. خرجت مني صرخة جامدة فسابت ايدي واختفت. البنات كلهم صحيوا وفتحوا النور وطلعت أمنا الغولة واقفة وساكتة خالص وبتبصلنا بعصبية وقالت مين اللي صرخ الصرخة دي؟ رديت وانا بترعش من الرعب وما بقتش عارفة انا مرعوبة من اللي شفته ولا من أمنا الغولة. وقلت لها انا في عفريت على السرير ميار وروان، اقسم بالله شفته طفلة صغيرة. بصيت لي بعينيها وكلها غضب وشدتني من ايدي ونزلت بيا على البدروم وهي بتقول هتنامي هنا زي الكلبة. بعد ما قالت كده قفلت الباب وراها. المكان كان ضلمة ما عدا فانوس صغير متعلق على الحيطة نوره أصفر بيخلق خيالات مرعبة رايحة جاية على الحيطان. اتكومت في مكاني من الرعب. ريحة المكان كانت بشعة والوقت بيعدي ببطء رهيب. سمعت صوت عياط طفلة جاي من آخر البدروم. مش عارفة أعمل إيه. ممكن تكون واحدة متعاقبة زيي ونبقى مع بعض لحد الصبح. قمت من مكاني وبدأت أمشي وكل ما النور يبعد الصوت بيقرب مني لحد ما بقتش شايفة حاجة. قررت إني هرجع. لفيت ورايا ولقيت قدامي 3 بنات مشوهين. 2 منهم كنت شفتهم قبل كده والتالتة وشها كله مزرق وعينيها بيضة بالكامل. 3 لابسين جلابيات بيضة واقفين قدامي وبيبصولي. لساني اتعقد من الخوف. مهما صرخت محدش هيسمعني. البدروم تحت الأرض وأوض النوم في الدور التاني. غمضت عيني وقعدت أقرأ قرآن. لما فتحت عيني لقيت وش البنت اللي شفتها في الحمام لازق في وشي. أغمى عليا وده كان نجدة من ربنا لأن لو فضلت صاحية كنت هموت في مكاني. صحيت لقيت ماريا جنبي. إيه ده؟ ماريا رجعت تاني؟ جريت عليها وحضنتها. ماريا كانت مشرفة مساعدة في الدار، وفي يوم من الأيام ومن غير مقدمات قالوا لنا إنها سابت الشغل ومش هترجع تاني لأنها سافرت. كانت أحن واحدة شفتها في حياتي وكانت الوحيدة اللي بتقف قدام انتصار. كنت بقول لها يا ماما وأنا حاسة بالأمان معاها فعلا. قعدت معايا
وحكيت لها على كل حاجة وأنا بعيط بهستيريا، وهي ساكتة خالص. ببص وراها لقيت ال3 بنات قدامنا. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماريا بصت وراها وأنا بقول لها بخوف أنت شايفاهم صح؟ يعني أنا مش مجنونة؟ ما تخافيش يا فاطمة، دول مظلومين، احنا أرواح معذبة وبنستنجد بيكي. انتوا نزل كلامها على ودني زي الصعقة. بعدت عنها شوية وفي اللحظة دي شفت قطع في رقبتها ودم غرق هدومها. اتكومت على نفسي وبدأت أقرأ قرآن. ما تخافيش يا فاطمة، احنا مش هنأذيكي، احنا عايزينك تنتقمي من اللي عمل فينا كده. بصيت لها وبدأ الخوف يخف من قلبي شوية، لكن لسه سامعة نبضات قلبي بصوت عالي. قلت لها مين اللي عمل فيكم كده؟ انت اللي سبتينا ومشيتي. انا ما سبتكمش يا فاطمة، انتصار دبحتني لما شفتها وهي بتخنق المسكينة دي وشاورت على الطفلة اللي وشها كله ازرق. المكان ده بيتنا، احنا كلنا مدفونين هنا. وقامت من مكانها ومشيت والاطفال مشيوا وراها، وفي اللحظة دي الباب اتفتح ودخلت الملعونة ومعاها الدادة وشاورت لي ان اخرج. خرجت وسمعت كلامها وانا بترعش. بعد شوية حكيت لصحباتي كل اللي حصل. محدش صدقني وقالوا ان ماريا سافرت. قلت لهم ده مش حقيقي، واتفقت معاهم اننا بالليل هننزل البدروم واثبت لهم اللي شفته. وفعلا بالليل اخدت روان وميار وعائشة ونزلنا البدروم، بس للأسف لقينا الباب مقفول. بس سمعنا أصوات مخيفة، وده اللي أثبت لهم إن كلامي كان صح. وإحنا راجعين لأوضتنا عدينا من قدام مكتب انتصار، وسمعنا كلام الدادة وانتصار جوه المكتب، ووقفنا بره نسمع. انتصار بتقول أنا مش قلتلك 100 مرة مش عايزة أي كلام في الموضوع ده؟ وأنا يا انتصار عايزة أمشي من هنا. عفريت ماريا بيطاردني في كل حتة، حتى الأطفال اللي ملهمش ذنب. أنا تعبت من الحمل اللي على ظهري. ومش هتتعبي لما أقول لابنك الدكتور العظيم إن أبوه مش ميت ولا حاجة، إنه أصلا مش أبوه، وإنه ابن حرام، وأبوك ده أنا اللي أجرته عشان يديله اسمه؟ أنت هتفضلي أسيرتي لحد آخر يوم في عمرك. أنا ست عندي السرطان وقربت أموت خلاص، هرتاح. سيبيني أحاول أدعي ربنا يغفر لي. خلاص ما بقاش فارق معايا حاجة. ابني أخد شهادته وبقى دكتور واتجوز وخلف، هعوز إيه تاني؟ أنا هفضحك. الدادة درية قالتها بغضب شديد وصوتها رج المكان كله. وفجأة سمعنا صوت زي ما تكون الدادة حد بيكتم نفسها أو بيخنقها، وكانت بتحاول تتكلم بس في حاجة منعاها. عائشة فتحت الباب وبصت في ذهول من اللي حصل، وحاولنا نمسك نفسنا وما نصرخش. الملعونة اتصدمت وسابت الدادة اللي كانت خلاص هتموت وبصت لنا بنظرة كلها شر. فجأة دادة درية ضربتها ضربة جامدة على دماغها بالعصاية اللي كانت بتمشي بيها، وكملت ضربها بكل قوتها لدرجة إنها كسرت دماغها وماتت الملعونة. وقفنا مش مصدقين اللي حصل، كأننا في لقطة من فيلم رعب وجريمة. ولما المشهد ده خلص كنا حاسين إن الدور جاي علينا. الغريب إن الدادة قعدت على الكرسي بكل برود وعلى وشها ابتسامة انتصار مرعبة. احنا جرينا بسرعة بره الدار والخوف كان ماسك جسمي كله. ما كناش عارفين نعمل ايه ولا عارفين نروح فين ولا نلجأ لمين. وقفنا راجل في الشارع وحكينا له اللي حصل. خدنا على الاسم ومن هناك رجعونا على الدار. وهنا كانت الصدمة، لقينا درية قاعدة بنفس البرود وعلى وشها الضحكة المرعبة دي. اتقبض عليها وبعد التحقيقات اتحكم عليها بالإعدام، ونقلونا دار تانية، والدار اللي كنا فيها اتقفلت خلاص. الحمد لله دلوقتي أنا عايشة مع جوزي اللي ربنا رزقني بيه تعويض عن كل اللي فات، وربنا أكرمني منه بطفل هو أجمل حاجة شافتها عيني. وعدت نفسي أديه الحنان والأمان اللي أنا عمري ما شفتهم. من يومها كل ما صوت ضحك ابني بيرن في البيت بحس إن الجرح بيبرد شوية بشوية، وبعرف إن اللي حصل خلص ومش هيرجع تاني، لكن أثره لسه جوايا. وعدت نفسي قدام كل صورة لابننا إن اللي أنا بديهوله من حنان وأمان عمره ما هيتبدل.